كلنا عندنا دايما نقطه ضعف تجاه الاكل. يا اما نوع من الناس بيبقى ايموشنال ايتنج. ايموشنال ايتر ده اللي هو حد كل ما يسترس او يفرح او يزعل عايز ياكل، او حد عنده فود ادكشن بيحب الاكل جدا لدرجه الادمان، او حد بياكل كميات كبيره ومش قادر يبطل الكميات دي، او حد شاره للحلويات والصودا. طب العمليه هتعمل ايه؟ العمليه هتلغي الارتباط العاطفي اللي ما بيني وما بين الاكل. طب عمليه معينه، كل العمليات بتعمل كده. في اول فتره بتلاقي نفسك ما عندكش شغف الاكل الجامد، ما عندكش احساس الجوع، بيبقى قليل قوي، رغبه الحلويات بتقل، رغبه الصودا بتقل في كل العمليات. طيب حلو، طب كده العمليه ساعدتني ان انا اعمل ده. طب ليه بقى بتقول لي ان انا لازم برضه اتعلم العادات والسلوكيات؟ لان قوه العمليه مش هتفضل معاك طول عمرها. بمعنى انت اول سنه قوه العمليه مثلا بتبقى 80 او 90%، وانت كمريض 10 او 20%. تاني سنه اللي بيحصل بتنزل قوه العمليه تبقى 50 وانت 50. تالت سنه الايه اتعكست، بقيت انت اللي 80 او 90 والعمليه هي اللي 10 او 20. طب ايه اللي بيحصل؟ احساس الجوع بيبتدي يرجع تدريجي، بيبتدي اغلب الناس تلاقي عندها كريفنج للحلويات. طب الموضوع ده حصل ليه؟ حصل لان الجسم بدا يلاقي ان انت نزول وزنك بقى كتير، بدا يحاول يعوض الموضوع ده. لو انت بتلعب رياضه تبطل رياضه، لو انت ما بتحبش الحلويات تحببك في الحلويات، بلس ان ناس كتيره بتلاقي سهوله في اكل الحاجات دي. طب انا دوري كدكتور ايه؟ بص، دوري افهمك من الاول انه العمليه مش سحر، العمليه وسيله بتساعدك تتغير. اللي هو زي ما قلنا اتعلم اكل ايه وامتى وازاي، واستغل قوه العمليه ان انا اعدل لك ده. وفي نفس الوقت لو انت مريض بيحب الحلويات بعد فتره، انا ايموشنال ايتر، انا بستريس، انا دوري ان انا اساعدك في الرحله دي ازاي. اولا اعمل لك عمليه كويسه، ما تبقاش بترجع مش متبهدل مش تعبان، لان ده هيتعبك بعد كده. فانا لا، اعمل لك عمليه مظبوط، ده اول دور كجراح. الدور التاني كتغذيه، احط لك بلان ما فيهاش حرمان، فيها توازن. الدور التالت يجي بدور الهيلث كوتش، ان انا بمانج الاسترس اللي انت فيه اللي بيدخلك في اغلب المشاكل دي، عشان تقدر تحافظ على العمليه على المدى البعيد.